أهلا بيكم. أنا مارينا ظريف، وأنت هنا بتشوف برنامج نقطة تحول. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس، لأن دي حاجة بتشجعني إني أكمل. وبعتذر لكم إن النهاردة الحلقة صوت وبس. النهاردة جاية أكلمكم عن الصوت اللي جوانا. كل واحد فينا جواه صوتين، صوت بيدعمه ويقوله قد إيه هو حلو وناجح ورائع، وصوت تاني بيكسر فيه وينقده ويوجعه ويشده لتحت ويخليه مش قادر يعمل حاجة. الصوت ده هو صوت الأب الناقد، ده صوت في دماغك، زي ما إيان ستيوارت وفان جوينز قالوا في كتاب تي اي توداي. جاي من كلام قاسي سمعته زمان، زي لا 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 لا، هي مش جميلة زي بنت خالتها، انتي ليه ما جبتيش الدرجات النهائية زي ابن عمك، او انت محتاج تخس زي اصحابك، او اوعى تتكلم، انت كل ما بتتكلم بتبوظ كل حاجة. خصوصا لو سمعت الكلام ده من سن 0 ل7 سنين، لان في السن ده الاطفال بتستقبل كلام الكبار على انه حقايق، مش مجرد اراء. خصوصا لو كان الكبار دول الاب والام اللي بالجسد. ومش معنى كلامي اننا نروح نحاسبهم، لانهم هما وقتها ما كانش عندهم الوعي الكافي، ولا حد علمهم ازاي يديروا مشاعرهم، وهم راجعين مستنفذين من ضغوط الحياة والشغل. فوارد جدا انهم كانوا بيخرجوا مشاعرهم بشكل غلط عليك. كمان كتاب تي اي توداي ما حصرش ان الاصوات دي تكون من الاب والام فقط، ولكن قال انه وارد تكون سمعتها من اي شخص ناضج في دايرتك المقربة، كلام مدرسينك، قرايبك، أي شخص ناضج. بتفضل انت تكبر وآرائهم السلبية اللي بيلزقوها عليك زي الستيكرز من وانت صغير تكبر معاك في دماغك، لغاية اما انت تصدق انها حقايق عن نفسك. وكل ما تيجي تقدم على خطوة جديدة في حياتك، تطلع لك كل الأصوات دي في دماغك على انها قدراتك الحقيقية وطبيعتك الحقيقية. زي لو انت في اجتماع شغل وعايز تقول رأيك، صوتك الناقد يقولك اسكت هتفضحنا لو اتكلمت. النهاردة أنا جاية أعرض لك 5 طرق من كتابين، تي اي توداي وبورن تو وين، علشان نتعلم سوا ازاي نوطي صوت الناقد ونعلي صوت الداعم، ونحكم الناضج اللي احنا عليه بكل حيادية في قراراتنا. أول خطوة كتاب تي اي توداي قالها لنا، طلب مننا إن يبقى عندنا self awarenesses، أو يبقى عندنا وعي ذاتي، أو نتأمل نفسنا وتصرفاتنا. وأول ما يطلع الصوت ده نبقى واعيين إن هو ده الصوت الناقد اللي بيطلع يكسر فينا، لأنه أول ما هنبتدي نعرفه هنبتدي نرفض أفكاره. لأن كل ما بنتبنى أفكار كويسة كل ما بنشعر بالسعادة، وكل ما بنسمع للأصوات الناقدة اللي بتكسرنا كل ما بنحس بإحباط، وأحيانا بتبقى أمراض جسمانية ونبقى مش عارفين إيه سببها. تاني حاجة مورال جيمس طلبتها مننا في كتاب بورن تو وين، طلبت مننا في اللحظة دي اللي بندرك فيها إنه ده صوت الناقد نعمل حاجة اسمها التخيل الموجه. يعني نتخيل سيناريو مع الصوت الناقد، وممكن كمان نتخيل الصوت الناقد ده على هيئة شخصية سخيفة أو شخصية كرتونية. أنا عن نفسي سميته حج متعفرت، وده نفس الاسم اللي أنا أطلقته عليه على الفيسبوك في البوست اللي كنت بشرح فيه أنواع الشخصيات. أول ما بتسميه اسم سخيف أو بتتخيله شخصية كرتونية، فأول ما الأصوات دي بتطلع لك بتتخيلها بأصوات مضحكة، وهنا بتبتدي أنت تضحك، وفي نفس الوقت قوة تأثيرها عليك ما بتكونش نفس قوة التأثير وانت واخد الكلام بشكل جاد. باختصار، مش احنا اللي كتبنا الصفات والقدرات دي عن نفسنا، أو احنا اللي كتبنا القصة القديمة، لكن احنا في ايدينا نغير نهاية القصة ومسارها بإعادة كتابة السيناريو الداخلي اللي في مخنا. الحاجة التالتة اللي مارل جيمس بتقولها لنا في كتاب بورن تو وين، ما تقارنش نفسك بحد. الشخص الوحيد اللي تقدر تقارن نفسك بيه هو نفسك، من امبارح أو من سنة أو النهاردة. الكتاب بيشجعك إنك تركز على قيمتك الخاصة، لأن الأب الناقد بيحب يقارنك بناس تانيين عشان يحسسك إنك أقل. ومارل اقترحت علينا نكتب إنجازاتنا اليومية حتى لو بسيطة. يعني امبارح وأنا بقلب كده في النوتة بتاعتي اللي بكتب فيها على طول، لقيت إن أنا كنت كاتبة من ضمن إنجازاتي إن كان في يوم عندي ضاغط مسؤوليات شغل ومواعيد، قدرت أطبخ أكل صحي وأكله في ميعاد الغدا
ومنزلش واسيب نفسي للجانك فود، ودي كانت بالنسبة لي إنجاز حقيقي في حق نفسي. رابع حاجة كتاب بورن توين قالها لنا واقترحها علينا هي التعاطف مع الذات. الوقت اللي هتقبل فيه نفسك بعيوبك وتتعامل مع نفسك بحنان وتتعاطف مع نفسك زي ما بالظبط بتتعاطف مع أقرب صديق ليك وهو جاي يكلمك وهو متضايق، أو بتتعاطف مع أي شخص بتحبه وتديله دعم وحنان. في الوقت ده بس انت هتقدر انك توطي صوت الأب الناقد وتعلي صوت الشخص الداعم أو الناضج جواك. خليك حنين مع نفسك زي ما بتهونها على حبايبك أما بيجولك هونها على نفسك. من الآخر اتكلم مع نفسك زي ما بتتكلم مع أقرب وأحب شخص إليك. خامس حاجة والأخيرة اللي قالها لنا كتاب بورن تو وين هي الامتنان. كل يوم افتكر حاجتين أو 3 تمتني ليهم، حتى لو كان امتنانك لصبرك في وقت صعب بيعدي عليك أو في شهور مؤلمة. امتن كمان للجوانب الإيجابية في حياتك. أول ما تلاقي صوت النقد وتقرأ كل الحاجات اللي عندك اللي انت ممتن ليها هتكتسب ثقة في نفسك. لو وصلت معايا لغاية هنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وفولو لصفحاتنا على الفيسبوك والإنستجرام والتيك توك. أنا مارينا ظريف وانتوا هنا في نقطة تحول.